الغربة بيبان فيها الأصيل من قليل الأصل، بيبان فيها الشهم والجدع وكمان الندل والاستغلالي. وأنا هنا ببرنامجكم إيه الحكاية، في آخر كل خميس من كل شهر هحكي لكم حكاية من حكايات سلسلة بعنوان قاتل في الغربة. وبداية السلسلة من الحلقة دي، الحلقة اللي ببدايتها هتبان إنها جريمة قتل عادية، لكن في الحقيقة هي جريمة وراها حكاية بشعة ومرة. وعلشان نعرف كل التفاصيل خلينا نشوف إيه الحكاية. حكايتنا حصلت في الكويت، وتحديدا يوم الثلاث الموافق 5 نوفمبر 1996. وصل بلاغ لغرفة عمليات الشرطة عن وجود جثة في عمارة للوافدين، تحديدا في شقة في الدور الثاني. والبلاغ عمله صديق الضحية اللي اكتشف الكارثة بالصدفة لما لقى باب شقة الضحية مفتوح والدم الناشف واصل لحد العتبة. ومجرد وصول فريق البحث الجنائي المحققين استجوبوا صديق الضحية اللي بلغ، والطب الشرعي بدأ يقرأ مسرح الجريمة. وبالاستجواب عرفوا إن الجثة لشاب مصري اسمه عادل هلال، عنده 30 سنة وشغال محاسب. وبفحص الطب الشرعي لاحظوا إن الجثة نايمة على ظهرها والجمجمة متكسرة تماما من قدام ومن ورا، وده بسبب ضربات عنيفة عليها. ووسط بركة الدم بدأ الطبيب الشرعي بتحليل شكل الدم اللي على الحيطان، ومن زاوية سقوط نقط الدم وارتفاعها الطب الشرعي استنتج في تقريره إن الضربة الأولى جت للضحية وهو واقف ومد ظهره للقاتل، وإن القاتل أقصر في الطول من الضحية وبيمتلك في الغالب بنية جسدية قوية جدا قدرت تولد القوة دي في الضربة. وكمان التحليل المبدئي لمسرح الجريمة أثبت إن مفيش أي كسر في باب الشقة أو الشبابيك، وده معناه إن الضحية كان فاتح باب الشقة بإرادته أو إن الباب كان مفتوح أصلا، وبالتالي الضحية غالبا ما كانش حاسس بأي تهديد من اللي داخل عليه. والأهم من ده إنه باستجواب صديق الضحية عرفوا إن الضحية كان عنده شنطة سوداء بيحتفظ بها دايما في الشقة. بس خلال الفحص كان واضح إن في تفتيش سريع حصل بعد موت الضحية والشنطة ملهاش أي أثر. ومن هنا بقى واضح إن الجريمة هدفها السرقة. وبعد كده حصل عملية مسح ميداني لمحيط الشارع والعمارة، وعلى بعد شارعين من مسرح الجريمة كان في صندوق زبالة مركون في زاوية صغيرة، وجوه الصندوق رجال الشرطة لقوا كيس اسود جواه أداة الجريمة واللي كان شاكوش حديد تقيل، والشاكوش ده متغلف بدم الضحية. واللي لاحظه فريق التحليل الجنائي إن الشاكوش كان بتصميم معين، يعني وزنه تقيل ومقبضه طويل ومن النوع اللي بيستخدمه النجارين في شغلهم. الأداة دي كانت أول دليل بتبني شخصية القاتل، يعني الجريمة تمت بدافع السرقة والقاتل محدد الهدف ومخطط لضربته كويس قوي. المحققين لما غاصوا في حياة عادل الضحية اكتشفوا انهم قدام شاب بيمثل العمود الفقري لعيلته في صعيد مصر، وده لانه كان شاب وحيد لابوه وامه الكبار في السن، وسافر علشان يجهز نفسه لجوازه اللي كان فاضل عليه شهور بسيطة. ومن وقت سفره كان عايش حياته للهدف ده وبس، وعلشان يحققه قرر انه مش هيكتفي بشغله كمحاسب في شركة، وبدأ شغل تاني وسط زمايله من العمال الغلابة واللي البعض منهم من قريته ومن القرى المجاورة. والشغل التاني ده كان ببساطة انه يوفر على زمايله وجع الدماغ في التعامل مع البنوك. ولما العمال بيستلموا رواتبهم بيروحوا لعادل وبيسلموه الفلوس بالدينار وهو بيسجلها في أجندته، وبعدين يجمع المبالغ دي كلها ويحولها لأهالي العمال في مصر، وكل ده مقابل عمولة بسيطة يقدر يبني بها حياته، وده طبعا جنب مرتبه من شغله العادي. والنشاط بتاعه ده كان دايما بيشتغل كل يوم تلات من كل أسبوع، وفي اليوم ده بتبقى شقته عبارة عن خزنة مفتوحة والعمال داخلين وخارجين علشان يسلموا أماناتهم. ومن التحريات وربطها بيوم الجريمة الشرطة استشفت إن القاتل كان عارف المعلومة دي واختار يوم التلات تحديدا علشان عادل يومها يكون مجمع أكبر مبلغ ممكن.
في التحقيقات المباحث الجنائية بدأت تتبع كل اللي بيتعاملوا مع عادل ماديا، وأول مسار للتحقيق ركز على أجندة الحسابات اللي غرقانة في الدم. وفريق التحقيق بدأ يفرغ الأسماء والمبالغ، ولاحظوا وجود صفحة مقطوعة بعنف من وسط الأجندة، يعني في حد حاول يخفي دليل ارتباطه المادي بعادل. وفي نفس الوقت بعد استجواب سكان المنطقة اكتشفوا وجود شبكة تحويل أموال غير قانونية في منطقة قريبة، والشبكة دي بيديرها راجل اسمه سيد، واللي كان منافس مشهور لعادل وسط العمال. وفي الفترات الأخيرة حصلت ما بينهم مشاكل وصلت للتهديد، وده لأن عادل كان سحب منه كل الزباين بسبب أمانته وعمولته الأقل. وهنا المباحث حطت سيد تحت الميكروسكوب واعتبرته المشتبه به الأول، واتحركت قوة من المباحث ودهمت شقة سيد وتم التحفظ عليه وعلى دفاتره. وبالتفتيش المبدئي اكتشفوا وجود مبلغ مالي كبير متخزن بطريقة مريبة تحت السرير، وبكده موقفه بقى أسوأ. وبدأ المعمل الجنائي بفحص كل مكان في الشقة، لكن للأسف ما كانش فيه أي أثر مادي يربطه بالجريمة. ومع فحص دفاتره المالية اكتشفوا إن الفلوس اللي عنده حصيلة تحويلات لأشخاص مختلفين تماما عن العملاء اللي عادل بيتعامل معاهم وبتواريخ موثقة. وبالتالي بقى واضح إن مفيش ربط ما بين سيد والجريمة غير الدافع. بس الضربة القاضية للاشتباه جت لما سيد قال لهم إن وقت وقوع الجريمة كان قاعد على قهوة في منطقة الجهراء، ودي منطقة بعيدة عن مسرح الجريمة. ولما استجوبوا صاحب القهوة والشهود اللي كانت قاعدة على القهوة كلهم أكدوا بالفعل إنه كان هناك. ولحد هنا خرج سيد من دايرة الاشتباه، بس الفاعل الحقيقي كان لسه مجهول. الرجوع لنقطة الصفر كان ضروري للتحقيق، لأنه خلوا خبراء المعمل الجنائي يرجعوا يدرسوا صور مسرح الجريمة صورة صورة. وهنا ظهر الخيط التاني، أثر جزمة مقاس 44، والأثر ده انطبع بدم الضحية على طرف السجادة القريبة من الباب. وفي البداية المحققين كانوا فاكرين إن ده ممكن يكون أثر صديق الضحية اللي بلغ، بس بمراجعته اكتشفوا إن مقاسه مختلف. ومع إن الأثر ما كانش كامل، بس نقشة النعل كانت واضحة، وكمان كانت بتخص ماركة رخيصة ومنتشرة جدا وسط العمال. وبعد عملية بحث كبيرة بين محلات الأحذية والأشخاص المحيطين بعادل، تحقيق وصل لشخص اسمه كامل. وكامل ده كان سمسار تأشيرات وإقامات، وراجل معروف بسمعته السيئة وبتورطه في ديون كبيرة مع العمال. واللي اكتشفوا التحقيق كمان إن كامل كان عليه شيك أمانة بمبلغ ضخم لعادل، وميعاد استحقاقه كان يوم الجريمة الصبح. المباحث اتحركت فورا وجابت كامل من سكنه، ولما تم تفتيش السكن لقوا الجزمة اللي نقشت نعلها كانت متطابقة تماما مع الأثر اللي في مسرح الجريمة. والأخطر بقى إن الجزمة كان عليها آثار دم ناشف حوالين النعل. ولما المحققين لقوا الجزمة دي، كامل كان بيترعش وهو واقف معاهم، وكان بيقول لنفسه إنه خلاص رايح في داهية. بس تفتكر إنها بالسهولة دي؟ لا، استنى بس، أروح بس أجيب شوية قهوة وأرجع لكم. هنا بيتدخل العلم الجنائي إنه يمنع إعدام شخص بريء من تهمة القتل. والجزمة لما راحت المعمل الجنائي اتعمل للدم اللي عليها تحليل، واللي أكد إن الدم ده دم عادل فعلا. لكن الطب الشرعي عمل مقارنة زمنية بين شكل الدم اللي على الجزمة وشكل أثر الجزمة اللي في الشقة، والنتيجة كانت مذهلة ومحبطة في نفس الوقت، لأن المقارنة دي أثبتت إن الدم اللي داس عليه كامل ما كانش دم سايل، ده كان دم متجلط وناشف. وده معناه بعملية حسابية بسيطة من رجالة الطب الشرعي إن كامل دخل الشقة بعد وقوع عملية القتل بمدة ما تقلش عن 20 أو 30 دقيقة. وطبعا مع ظهور الأدلة الجديدة كامل اعترف باللي حصل، وقال إنه راح لعادل في وقت متأخر علشان يترجاه يصبر على ميعاد الشيك. بس لما وصل لقى الباب موارب، فدخل وتفاجئ بالمنظر المرعب للجثة والدم، ومن كتر الصدمة والرعب داس في طرف بركة الدم علشان كان بيقرب يتأكد إن كان عادل عايش ولا ميت. وبعدها فاق من الصدمة وخاف يبلغ الشرطة علشان محدش يلبس القضية، وده طبعا بسبب ديونه للضحية. فقرر إنه يقطع الورقة اللي فيها اسمه في الأجندة وهرب من المكان بسرعة. ورغم إن في دليل علمي يدعم قصته، إلا إن الشرطة قررت إنها تتحفظ عليه لحد لما يبقى فيه دليل نفي واضح. فضلت
فضلت شغالة، لأن لو كامل مش القاتل ده معناه إن القاتل الحقيقي لسه حر ومعاه ثروة العمال الشقيانين. لكن دايما مصطلح الجريمة الكاملة أسطورة، وفي 99 من الجرائم مش بيتحقق. ومن هنا حصلت المفاجأة. ظهر عامل اسمه صابر خليل، دخل من باب مقر الشرطة وطلب يقابل رئيس المباحث علشان يقول شهادته في قتل ابن قريته عادل. وصابر كان عامل عنده 45 سنة ومن نفس قرية عادل. والتحريات بعدين كشفت ان صابر بيمر بأسوأ أيامه، إقامة منتهية وغرقان في الديون، وأهله في مصر بيبعتوا له رسائل استعطاف علشان يبعت لهم فلوس. وفي شهادته صابر ادعى انه راح لعادل يوم الثلاث الساعة 3 العصر علشان يبعت فلوس لأهله في مصر، وده لأنهم محتاجين. وقال إنه لما وصل لقى باب الشقة مفتوح، ولما دخل انصدم بمنظر عادل وهو غرقان في دمه على الأرض. بس عادل وقتها كان لسه عايش، وفي محاولة منه لإنقاذ حياة ابن قريته قالوا إن جري على عادل ونزل على ركبه وحاول إنه يرفعه من على الأرض ويسنده بين دراعاته، وإن عادل كان لسه فيه الروح وبصله بنظرة استغاثة علشان يساعده. لكن ساعتها صابر خاف من المساءلة القانونية علشان إقامته كانت منتهية. حس إنه منظره وهو غرقان في دم الضحية كان هيخليه المتهم الأول، فقرر يجري في الشارع ويستخبى الأيام دي كلها، لحد لما عرف من زمايله إن الشرطة قبضت على كامل وإنه غالبا هو القاتل. فضميره أنبه وقرر إنه يجي يشهد علشان كامل المجرم ياخد جزاؤه. وهنا المحقق طلب من صابر الهدوم اللي عليها دم، فصابر فرح لأنه كان محتفظ بيها كدليل يدعم قصته. ولما جاب الهدوم تم إرسالها للمعمل فورا، وبعد ساعات طلع التقرير الجديد. التقرير الجديد قال إن الدم اللي لقوه هو رذاذ متطاير، وده معناه ان نقط الدم كانت دقيقة جدا وتطايرت بفعل الضربة اللي قتلت عادل، وانها طرطشت على الهدوم بقوة دفع شديدة. والتحليل ده بيثبت ان الشخص اللي كان لابس الهدوم دي كان واقف بشكل عمودي وعلى مسافة قريبة جدا من الضحية، وفي نفس اللحظة اللي الشاكوش ضرب فيها الجمجمة. ومن هنا بعد ما كان صابر شاهد وبيحاول يدين كامل بقى هو المتهم الأول، وبسبب كده ووقت ما كان مش فاهم حاجة تم التحفظ عليه، وبدأ تحقيق جديد حواليه واستجوبوا فيه معارفه. والتحقيق اتعرف من خلاله ان صابر شغال في فرش السجاد والموكيت. ولما المحققين وصلوا لواحد من صحابه واللي كان شغال نجار في ورشة قريبة من مكان شغل صابر، صاحبه قال ان صابر استلف منه شاكوش الشغل وتحديدا قبل الجريمة بيومين ولحد دلوقتي مرجعهوش. وبسبب الكلام ده قرروا يفتشوا مكان سكنه، ولما دخلوا لقوا فلوس كتير جدا، والفلوس دي كان صابر مخبيهم تحت مرتبة سريره. وبمواجهة صابر بكل المستجدات دي صابر ما قدرش يكمل في المسرحية واعترف بجريمته. قال ان بسبب ظروفه وبسبب حاله وعلشان يقدر يساعد اهله قرر انه يسرق فلوس التحويلات بتاعة العمال من عادل، وقرر انه يراقبه حوالي اسبوعين. ولما راقبه عرف الوقت المناسب لارتكاب الجريمة علشان يضمن ان الفلوس موجودة. وبعدين دخل على عادل اللي استقبله بابتسامة ابن البلد، وصابر طلب منه يحول فلوس لأهله. وفي اللحظة اللي عادل لف فيها ظهره علشان يفتح الأجندة صابر ضربه بكل حقد وغل على دماغه. ولما عادل حاول يهرب ويصرخ صابر شال كل معاني الإنسانية من قلبه ومسكه من ظهره وسحبه، وكمل ضرب فيه بوحشية لحد لما سكت صوته للأبد. وبعدها سرق شنطة الفلوس وهرب. اعتراف صابر خليل كان شهادة وفاة تانية لعادل وشهادة دمار لعيلتين في صعيد مصر. أما المحكمة الجنائية في الكويت فنظرت في القضية وما كانش فيه مجال للرأفة لواحد خان الأمانة وخان ثقة ابن بلده، والمحكمة أصدرت حكمها بإعدام صابر شنقا، وتم تأييد الحكم في كل درجات التقاضي. وفي أواخر يونيو سنة 1999 انساء صابر خليل لغرفة الإعدام في السجن المركزي، وهناك خطواته كانت تقيلة وأنفاسه كانت بتتقطع قبل ما يوصل للمشنقة. وفي اللحظة الأخيرة وطبقا للقانون المستمد من الشريعة تم الاتصال بأسرة عادل في مصر لعرض العفو مقابل قبول الدية الشرعية وإنقاذ رقبة صابر. بس الرد اللي جه من مصر كان قاطع. أسرة عادل رفضت الدية، قالوا إن دم ابنهم اللي اتغدر بيه وهو بيسعى على رزقهم ملهوش تمن غير القصاص العادل، وبالتالي تم تنفيذ حكم الإعدام وخلصت حكاية صابر اللي غدر بابن قريته. وفي النهاية الجريمة دي بتسيبنا قدام حقيقة مرعبة، وهي إن في ناس بتبرر لنفسها أبشع الجرائم بسبب الفقر. بس الحقيقة الفقر عمره ما كان مبرر للخسة، والضيق عمره ما كان عذر لسفك الدم. وعلشان كده إياك تفتكر إن الظلم هينقذك من ضيق الحال، لأن ربنا بس اللي في إيده الرزق. اتعب، اشقى، اسعى،
بس حاول تزود دخلك بالطرق الحلال، واعرف دايما إن الحرام ضلمته أبشع من ضلمة القبر. وبكده تكون خلصت حكاية النهاردة. كان معاكم أخوكم محمد فوزي. أتمنى أكون قلتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. ولو عجبتك الحكاية ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وأشوفكم في حكاية جديدة من إيه الحكاية. سلام.